بعد ما اتكلمنا عن الباينج برين ستيجز، محتاجين نتكلم بقى عن البوتنشال كاستمرز. احنا بالنسبه لنا اهم حاجه هو العميل. طيب مين بقى انهي نوع من العملاء؟ العميل البوتنشال، العميل اللي هو فعلا عنده نيه الشراء مني، مش العميل اللي جاي ياخد فكره، ياخد معلومه ممكن يكون مش هيستفيد بيها حاليا، بس هو بياخد معلومه للمستقبل. ده مش معناه ان هو عميل مش مهم بالنسبه لي، بس ما يتحطش تحت بند البوتنشال، يتحط تحت بند حد عنده ويلنج مستقبليه. طيب البوتنشال كاستمر يا جماعه هو يبقى بوتنشال بناء على 3 حاجات. اول حاجه هو جاهز، تاني حاجه عنده النيه، تالت حاجه قادر ينفذ ده. لازم نركز على ال3 نقط دول. ال3 نقط دول مش هتعرفوا توصلوا لهم غير لما تعملوا اندرستاندنج، زي ما اتكلمنا في الباينج برين ستيجز، ان انت تفهم وتسال اسئله للعميل، بناء عليها تبدا تحدد العميل ده بوتنشال ولا لا. الاسئله هتبقى كتير، فبالتالي لازم يبقى العميل بيثق فيك عشان تعرف تسال اسئله كتير، عشان بناء عليه تعرف تحدد هو عميل بوتنشال ولا لا، هو كاستمر بوتنشال ولا لا. من هنا يا جماعه هي كلها ستيبس مربوطه ببعض، بس في الاخر هتوصلك لنتيجه ان انت تحدد العملاء البوتنشال بالنسبه لك، فتبقى فاهم فعلا انت ماشي صح ولا غلط، بتضيع وقت ولا انت فعلا بتنفست تايم وبتستثمر وقتك في المكان الصح مع العميل المناسب والعميل الصح. عشان نحدد ال3 نقط دول، الريدي والويلنج والابيليتي، محتاجين نجاوب على ال3 اسئله دول. طيب احنا نقدر نعرف منين ان هو ريدي، ونقدر نعرف منين ان هو ويلنج، ونقدر نعرف منين ان هو ايبل وعنده الابيليتي؟ اول نقطه عشان تعرف العميل ده ريدي ولا لا، محتاجين نتاكد من 3 حاجات. اول حاجه هو عنده مشكله فعلا ولا لا. لازم تفهم هو عنده مشكله فعلا ولا لا. ممكن ما يكونش مشكله، ممكن يكون اصلا هو ما عندوش مشاكل تستدعي تدخلك كشركه بتحل مشاكل من النوع ده، او بتقدم سيرفيس ليها علاقه بالموضوع ده. فلازم تبقى عارف هو عنده مشكله ولا لا. طب لو هو عنده مشكله، هل هو عارف ان هو عنده مشكله؟ هو كعميل عارف ان هو عنده مشكله؟ في عملاء كتير ما بتبقاش عارفه ان هي عندها المشكله دي فعلا. ممكن تكون مش عارفه ده عن طريق ان هي مش عارفه ان في احسن من ده، فانت بتعمل لهم اويرنس، بتعرفهم ان في احسن من ده، فكده يبدا يحدد ده انا ممكن يكون عندي مشكله فعلا. طيب هم عايزين يحلوها ولا لا؟ عندهم الحافز ان هم يحلوها ولا لا؟ ال3 حاجات دول لازم اجاباتهم تبقى عندهم مشكله، عارفين ان هم عندهم مشكله، عندهم المحفز الاساسي لحل المشكله دي، ما ينفعش حاجه منهم تبقى لا. حاجه منهم لا مش هيبقى ريدي، لازم تبقى اجاباتهم بنعم. فكده احنا عرفنا ان العميل ريدي. طيب ايه بقى اللي بعديها؟ ويلنج، عنده النيه فعلا، هو عايز فعلا يحل المشكله. طب ازاي نقدر نحدد ده؟ هل هم محددين تايم فريم معين يسولفوا فيه البروبلم ده او يحلوا فيها المشكله دي؟ التايم فريم، انا لازم احل المشكله دي في ظرف شهر، مش هحلها وقت ما يجي وقت حلها. ده بيترتب عليه انت تعرف برضو هو المشكله دي البريوريتي بتاعتها عامله ازاي عنده، هي فين في ترتيب اولوياته. فانت من هنا بتقدر تفهم هي لو في واحده من الهاي بريوريتيز عنده يبقى انا لازم اشتغل عليها دلوقتي، لو مش من الهاي بريوريتيز اشتغل عليها بس براحتي باريحيه شويه. فالتايمنج حاجه مهمه جدا. هل هو فعلا بيدور على سولوشن ولا لا؟ فعلا هو بيدور على سولوشن للمشكله دي ولا لا؟ هو اللي بياسك بيخش في تفاصيل، ولا هو بيسمع بس مجرد ليسنر بيسمع منك ومش عارف، انت مش قادر تحدد. فالنقطتين دول بيحددوا الويلنج بتاعت العميل، فلازم تبقى فاهم ولازم تسال الاسئله دي. تاني هنرجع، انت امتى تقدر تسال الاسئله دي؟ لما يبقى العميل بيتراست فيك. فوانت بتستارت كونكشن مع عميل لازم تستارت كونكشن مبنيه على تراست، عشان تبدا تاندرستاند فتحدد هو بوتنشال ولا لا. فبعد ما عرفنا ان هو ريدي، وبعد ما عرفنا ان هو عنده ويلنج، محتاجين نحدد بقى النقطه الثالثه، ايبل اصلا ولا لا. ما هو ممكن يكون ريدي وويلنج وحاطط تايم فريم بس معهوش بادجت، معهوش فلوس تكفي السولوشن ده، تكفي حل المشكله دي. فلازم نتاكد من ده، في بادجت ولا مفيش. السؤال طبيعي يتسال، بس الناس بتخاف تساله، البياعين بيخافوا يسالوه لا يتقال لهم لا فيخسر البيعه. ما هو كده كده لو لا هتخسر البيعه، فانت لازم تعرف انت بتنفست التايم بتاعك في المكان الصح ولا لا. فلازم تعرف هو عنده بادجت ولا لا. مش بس بادجت، هل هو عنده اوثوريتي باتخاذ القرار بان هو يحل المشكله دي ولا لا. هل مجلس الاداره بتاع الشركه ما ابروف حل المشكله دي ولا لا.
لازم تبقى فاهم ده، لازم تبقى فاهم النقطتين دول، هي دي اللي بتحدد الابيليتي من عدمها. هو ويلنج وعارف ريدي، بس هو ما عندوش بادجت وما عندوش اوثوريتي، فبالتالي مفيش بيع برضه حاليا في الوقت اللي احنا فيه، مفيش بيع. فلازم يا جماعه نركز على الثلاث نقط دول عشان دول مهمين جدا جدا، وانت بتايدنتيفاي البوتنشال كاستمر او العميل اللي فعلا تنفست فيه تايم حالا، فعلا لما يطلب منك ايه تنفذه له دلوقتي، لان هو فعلا انت دلوقتي العميل ده بالنسبه لك يسمى هوت كاستمر، عميل في وضعيه بوتنشاليتي عاليه جدا وويلنج عالي جدا ان انت تكلوز معاه، فتبدا تشتغل معاه ان بارلل لحد ما نوصل لمرحله حل المشكله اللي موجوده عنده.